قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. رواه مسلم. قم إلى الصلاة. صلاة الجماعة في المساجد هذه الشعيرة التي قد خف ميزانها اليوم عند كثير من الناس، وإنها لخسارة كبيرة أن نرى أعدادا كثيرة وجموعا غفيرة من الناس في مجتمع المسلمين لا يبالون بصلاة الجماعة ولا يرتادون المساجد وهم يسمعون المنادي يدعوهم بأعلى صوته: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيعرضون عنه وهم يقولون بلسان حالهم: لا نريد الصلاة ولا نريد الفلاح. قدوم الضباب على القلب والحزن حولي يحوم. خرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها، قالت له: حفظك الله كما حفظتني، وصعد بها إلى السماء ولها نور، تنتهي إلى الله عز وجل فتشفع لصاحبها، وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات يوم القيامة على الصراط. قم إلى الصلاة. قم إلى الصلاة متى سمعت النداء. أشهد أن انتبه يا عبد الله. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟